يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. هنعمل مع بعض النهاردة بديل كريمة الطبخ في البيت بطريقة سهلة وبسيطة تقدري تستخدميها في عمل الشوربات، المكرونة والصوصات. وأنا داليا، لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي، لايك وشير لو عجبك الفيديو. وبخطوات سهلة وبسيطة هنعمل كريمة الطبخ زي الجاهزة وأحسن. مع بعض هنبدأ نجهز وصفتنا. معايا كيلو من الحليب البلدي كامل الدسم. هغلي الحليب واسيبه في التلاجة من بالليل للصبح عشان يكون طبقة من القشطة على سطح اللبن، وهضيف له معلقة كبيرة هرمية من الدقيق، معلقة كبيرة هرمية من النشا، مع 150 جرام من الزبدة اللينة. يعني هخرج الزبدة من التلاجة قبل الاستخدام بساعة عشان تبقى سايحة خالص وتديني أحسن نتيجة. هضيف الزبدة لباقي المكونات، وهنزل بكل المكونات دي في الخلاط، وهشغل الخلاط على أعلى سرعة واضرب المكونات مع بعض أكتر من مرة بين كل مرة والتانية. هريح الخلاط عشان ما يسخنش مني لحد ما أتأكد إن كل المواد الدهنية اتفتتت خالص. وبعد ما أضربهم كويس هرجعهم نفس الحلة اللي كانوا فيها عشان ما وسخش مواعين كتير، وارفعهم على نار متوسطة مع التقليب المستمر. وكل المواد الدهنية المتفتفتة هتسيح وتدوب في الحليب. واهم حاجة التقليب المستمر عشان النشا والدقيق اللي احنا ضايفينهم ما يعملوش تكتلات او كلاكيع. واول ما يبدأ يغلي هنوطي النار ونكمل تقليب. عايزة الحليب يغلي غلوتين كويسين عشان ما يبانش طعم النشا في كريمة الطبخ. هرفعه من على النار واسيبه يبرد، بس كل شوية ايدي فيه بالتقليب المستمر، لانه وهو بيبرد بيبدأ يكون قشرة على الوش. فكل ما احس ان هو بدأ يكون قشرة على الوش هقلبه علشان اسيحها في سخونية الحليب. وفي المرحلة دي وانتي بتقلبيه لو حسيتي ان الحليب محبب شوية او فيه شوية كلاكيع صغيرة او تكتلات، تقدري ترجعي الخلاط مرة تانية تضربيه وهو دافي ضربة خفيفة خالص عشان تفكي اي كلاكيع او تكتلات. وبكده تكوني جهزتي اسهل واسرع واوفر كريمة طبخ في البيت، وفي برطمانات معقمة تقدري تحتفظي بيها في التلاجة لحد 15 يوم. جربيها هتعجبك وتعجب ولادك، وبألف هنا وشفا.